الموضوع مش زي ما انت متخيل، الدنيا مش كبيره زي ما انت متخيل، الدنيا مش طويله زي ما انت متخيل. واقعد اكرر عليك المعنى ده كتير لغايه ما يستقر عندك. النتيجه ايه؟ النتيجه انك انت صعب ان انت تعمل حرام عشان الدنيا، لان انت شايفها وضيعه. صح؟ شايفها كده، شايفها بمنظور القران. انت بتطلع في الشارع بتشوفها كبيره، تقعد مع الناس بتشوفها كبيره، لكن بترجع تتدبر القران بتشوف حاجه ثانيه، بتلاقي تصورات صحيحه. ربنا يقول لنا: اعلموا انما الحياه الدنيا لعب ولهو وزينه تفاخر بينكم تكاثر في الاموال والاولاد كمثل غيث اعجب الكفار نبات ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما وفي الاخره عذاب شديد ومغفره من الله ورضوان وما الحياه الدنيا الا ايه؟ متاع الغرور. وبعد كده يقول لنا: سابقوا الى مغفره من ربكم وجنه. دي النتيجه. وربنا يقول: يا ايها الذين امنوا ما لكم اذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم الى الارض ارضيتم بالحياه الدنيا من الاخره فما متاع الحياه الدنيا في الاخره الا ايه؟ قليل. فانا بعالج عندك المشكله. وربنا يقول لنا: وما الحياه الدنيا في الاخره الا متاع. وانا بس بقرا الكلام ده ازاي؟ بتدبر. فانا بيطلع عندي قناعه ان زي ما ربنا قال وانا مصدقه ان الدنيا فعلا قليله جدا رغم ان احنا شايفينها كبيره، بس القران بيقول حاجه ثانيه. يبقى انا بصدق القران، بتدبره، بطلع بقى في الحياه مش حسرة، مش حزن، مش هتبرج، مش هنام واريح، مش هضيع صلاه الفجر عشان انام شويه، لان انا شايف بنظاره القران ان الدنيا وضيعه جدا لا تستحق ان انا اضحي بالاخر عشان. وفي نفس الوقت